هذه قصة مليكة ضياء الدين، فنانة رائعة حاولوا إسكاتها، لكن صوتها بقي. كلمات من أغنية أيغورية شهيرة ولدت من الحب والحزن العميق. المرأة خلف هذه الكلمات هي مليكة ضياء الدين، التي كانت حياتها قصة عبقرية ومأساة. حتى بعد عقود من وفاتها لا يزال شعر مليكة حياً في أغنيتين أيقونيتين. أغانيها جسدت ألم شعبها وصموده، وصداها وصل من شينجيانغ إلى فنلندا. طيب، لنتعمق في القصة. عبقرية مليكة كانت واضحة جداً وهي طفلة صغيرة. كان عمرها 8 سنوات فقط، ونشرت لغزها الأول في صحيفة شينجيانغ اليومية. تطلب الأمر 2 سنين كاملتين حتى تمكن شخص بالغ من حله علناً، والجواب كان الجوز. ولما صار عمرها 10 سنوات دخلت امتحان لمدرسة كبار وجابت 98%، متفوقة على الجميع. وفي عمر 13 صارت مذيعة مسرح محترفة، كانت تخطف الأنظار بحضورها ونطقها المثالي. حضورها كان قويا لدرجة أن الجمهور كان يصفق بحرارة قبل أن تنطق بكلمة واحدة. بس خلف الكواليس كانت شخصية مختلفة تماما، سليلة قائد محارب بروح شجاعة وجريئة. وهذا يوضح التناقض الكبير بين شخصيتها الرقيقة على المسرح وقوتها الداخلية. بعدها في 1966 جاءت عاصفة الثورة الثقافية السياسية، وكانت مليكة من أوائل أهدافها. إذن النقطة الأساسية هي أن حياتها دمرت بشكل منهجي خلال سنوات قليلة فقط. استخدموا ضدها اتهامات كاذبة لتحويلها من نجمة محبوبة إلى عدوة للدولة. أخذوها في مسيرات مذلة بالشوارع وقصوا شعرها الطويل، إهانات علنية لا يمكن تخيلها. بعد الاعتقال بدأت الاستجوابات الوحشية. الهدف لم يكن جريمة ارتكبتها، بل إرث عائلتها، لكنها رفضت، وعقاباً على تحديها تعرضت للضرب يومياً حتى انكسر فكها بسلك. في 22 يونيو عام 1970 وجدت جثتها على أرضية إسمنتية، كان عمرها 29 سنة فقط. حاولوا محو ذكراها تماماً، صار اسمها مجرد همسة سرية، رمزاً لوقت مظلم. بس ما قدروا يمحوا صوتها. أغانيها رجعت بعد عقود كأناشيد للأمل والذاكرة. هذا الرثاء القديم يلخص تماماً مأساة جيلها الضائع. إرث مليكة يثبت أن الفن يعيش أكثر من الظالمين ويحمل الحقيقة عبر الزمن. في قصص بتعيش أكتر من أصحابها، قصص بتتحول لذاكرة جماعية. اليوم قصتنا عن فنانة استثنائية، حياتها انتهت بشكل مأساوي في عز شبابها، لكن صوتها لسه بيتردد لحد اليوم. هذه حكاية مليكة زياودون، الشاعرة الأيغورية اللي ذاكرتها رفضت تموت. طيب، كيف اسم فنانة زي هذه يتحول لهمس؟ لسنوات طويلة كان مجرد ذكر اسمها يعتبر مخاطرة. السؤال هو، مين هي مليكة زياودون بالضبط؟ وشنو السر اللي وراء هذا الاسم؟ خلونا نبدأ نفكك هذا اللغز. بداية القصة ما راح تكون في مسرح أو استوديو، لا، البداية هي مشهد بسيط ومؤلم جدا. كل يوم جمعة بتروح تزور قبر بنتها. هذا الطقس الأسبوعي هو جوهر حكاية مليكة، حكاية بتبدأ بالفقد، بحزن شخصي عميق. إذن مين هي مليكة زياودون؟ الاسم اللي كان يهمس بس في الخفاء. هذا هو السؤال اللي راح يكون دليلنا. راح نتبع قصتها ونشوف كيف فنانة كانت محبوبة ورمز لجيلها تحولت فجأة لهدف سياسي، وكيف قصتها رغم كل محاولات الطمس صارت صرخة مستحيل حد يسكتها. لكن قبل ما نوصل للنهاية المظلمة لازم نرجع للبداية. قبل كل شيء كانت في طفلة، مش أي طفلة معجزة بكل معنى الكلمة. خلونا نرجع بالزمن ونشوف كيف كانت موهبتها بتشع من وهي صغيرة جدا. 8 سنوات، تخيلوا بس، عمرها كان 8 سنوات فقط، في السن اللي أغلب الأطفال يدوب يتعلموا يقروا ويكتبوا كويس. مليكة كانت كاتبة ولها عمل منشور، نعم، لغز كتبته بنفسها ونشر في جريدة شينجيانغ. هذا شيء مش عادي أبدا لطفلة بهذا العمر. اسمعوا اللغز اللي كتبته، فكرتوا فيها؟ الجواب هو حبة الجوز. لغز بسيط صح؟ لكنه بيكشف عن عقلية فذة، عقلية مبدعة وذكية، لطفلة قدرت تتحدى الكبار بكلماتها بس. وموهبتها ما كانت بس في الشعر والألغاز، لا، لما صار عمرها 10 سنوات دخلت امتحان قبول صعب جدا، امتحان كانت بتتنافس فيه مع ناس أكبر منها بسنين، والنتيجة
النتيجة كانت 98%. تخيلوا الرقم 98%. هذه بدرجة ما كانت مجرد رقم على ورقة، كانت إعلان واضح وصريح عن ولادة عبقرية. طبعا هذه العبقرية ما وقفت عند الطفولة، بالعكس كبرت معها وصارت مسيرة فنية مبهرة. الطفلة المعجزة تحولت لشاعرة وفنانة لها وزنها ومكانتها، وصوتها صار يتردد في كل مكان من خلال أغنيتين صاروا جزءا من التاريخ. هدول ما كانوا مجرد أغاني عادية، لا أبدا، صاروا مثل النشيد الوطني لجيل كامل. كلمات مليكة كانت الموسيقى التصويرية لحياة الشباب الأويغوري في هداك الوقت، كل أغنية بقصة مختلفة، بس التنتين يلمسوا القلب بنفس القوة. أغنية أتذكرك كانت قصة شخصية جدا. كانت رثاء لحبها الأول اللي سافر وما رجع، رحل مع موجة الهجرة الكبيرة للاتحاد السوفيتي. كلماتها تحكي عن الفراق، عن الذكريات اللي ما بتموت. كل شخص حس بألم البعد والفراق حس بهاي الكلمات في قلبه. أما أغنية تارم فهذه قصة ثانية تماما. هنا الحزن الشخصي تحول لأمل جماعي. الأغنية صارت نشيد للتضامن، نشيد للشباب المتعلم اللي تم نفيهم قسرا للريف لإعادة تأهيلهم. تخيلوا في عز الوحدة والغربة، كانت كلمات مليكة هي اللي بتواصيهم وتربطهم ببعض. كانت رسالة أمل وصمود. ولكن في الوقت اللي كان صوتها ونجاحها بيوصل لأعلى المستويات، كانت في عاصفة سياسية بتتجمع في الأفق، ومن هنا القصة بتاخد منعطف مظلم جدا. مليكة بعالمها الفن الجميل لقت نفسها فجأة في قلب العاصفة. بدأت ما تعرف بالثورة الثقافية، ومعها كل شيء تغير. الفنانين، المفكرين، أي شخص عنده خلفية تعتبر غير نقية بنظرهم صار هدف. الفن فجأة بطل يكون تعبير عن إحساس أو جمال، وصار تهمة خطيرة. وشوفوا طبيعة الاتهامات اللي وجهوها لها. اتهامات يعني صراحة سخيفة. قالوا إنها بتنشر إيديولوجية برجوازية، وإنه كتاباتها فيها أفكار سامة، وإنها سليلة قاطع طريق. تخيلوا، بين يوم وليلة الفنانة اللي كان الكل يحتفي فيها صارت عدوة للدولة. والحملة ما وقفت عند الكلام والاتهامات، لا، الموضوع كان أبشع من كده بكتير. تعرضت لإذلال علني ومهين فيما كان يسمى جلسات النضال. الهدف من هذه الجلسات كان واحد بس: كسر الروح وتحطيم الشخص. وللأسف جزء من هذا الإذلال كان قص شعرها الطويل، شعرها اللي كان رمز لجمالها ومصدر فخرها. كان هجوم مباشر على هويتها كفنانة وكامرأة. وهنا نوصل للجزء الأصعب، الذروة المأساوية والعنيفة في قصة مليكة. هذا الخط الزمني بيختصر كل شيء. عام 1966 بدأت حملات الإذلال العلني. في نفس السنة 14 أكتوبر تم اعتقالها بشكل رسمي، وفي 22 يونيو 1970 وجدت ميتة. في أقل من 4 سنوات تحولت حياتها من فنانة لامعة لنهاية مأساوية ومظلمة، نورها انطفأ بوحشية. لكن حتى في أسوأ وأظلم الظروف مليكة أظهرت شجاعة خرافية. خلال التحقيقات حاولوا يكسروها باتهام جدها بأنه قاطع طريق، لكنها وقفت في وجوههم بكل قوة. ردها كان حاسم، هو ما كان قاطع طريق، هو كان قائد تمرد الأيغور ضد الظلم. رفضت تنكر تاريخها أو تتراجع عن الحقيقة مهما كان الثمن. والنهاية كانت بشعة. جثتها وجدت على أرضية إسمنتية، وفي فمها كانت الممسحة اللي كانوا يجبروها تنظف بيها. صحيح، قدروا يسكتوا جسدها، لكن ذاكرتها، صوتها، هذا شيء تاني. قصتها ما انتهت في هذه الغرفة، بالعكس يمكن تكون بدأت من هناك. فالسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، في النهاية مين اللي انتصر؟ هل هو إرث اللي عذبوها وقتلوها، ولا قوة فنها اللي عاشت بعدهم كلهم؟ وهنا الإجابة، هنا الانتصار الحقيقي. الناس اللي عذبوها مين يذكر أساميهم اليوم؟ مجرد حبر على ورق في صفحات مظلمة من التاريخ. أما هي إرثها حي، أغانيها لسه بتتغنى وتعزف في مهرجانات دولية من فنلندا لألمانيا. هم حاولوا يمحوها من الوجود، لكن صوتها اليوم صار أعلى وأقوى من أي وقت فات. في اقتباس قديم من نقوش كولتكين بيقول: أصبح أمراؤنا عبيدا وأصبحت أميراتنا جواري. هذه الكلمات رغم أنها انكتبت من قرون، لكن صداها بليغ جدا اليوم. هي بتربط مأساة مليكة الشخصية بحزن جماعي وتاريخ طويل من الظلم، وبتذكرنا بشيء مهم جدا، إنه معركة الذاكرة والعدالة هي معركة مستمرة، معركة ما بتنتهي أبدا.
هناك مشهد يتكرر كل يوم جمعة. أم تقف أمام قبر، لكنها لا تحمل معها باقات زهور تقليدية. طيب، ماذا تحمل إذن في هذا المشرد؟ تحمل كيسا صغيرا مبقعا مليئا بحبوب الطيور وإبريقا من الماء. تجلس على ركبتيها تسقي التراب بدموعها قبل أن تسكب الماء أصلا. يا إلهي، مشهد ثقيل جدا. فعلا. وبصوت خافت ومتهجج تنثر الحبوب للطيور التي تتجمع حولها وتهمس بعبارة واحدة فقط، تقول: من أجل دعاء ابنتي. هناك شيء يمزق القلب في هذا الطقس بالتحديد. يعني إطعام الطيور هنا ليس مجرد فعل خيري عابر، بل هو محاولة يائسة لخلق حياة جديدة فوق مساحة من الموت. صحيح، كأنها تبحث عن أي نبض للحياة. بالضبط، كأن هذه الأم تحاول تحويل حزنها الصامت إلى أصوات حية، إلى أجنحة ترفرف، وكأنها تطلب من الطبيعة أن تكمل الدعاء الذي لم تستطع ابنتها أن تكمله. وصف دقيق جدا. هذا المشهد يضعنا أمام ثقل لا يحتمل لفقدان، دعنا نقول ليس عاديا، فقدان ترك فراغا كبيرا. هو فراغ لا يمكن سده بكل تأكيد. وهذا ما سنحاول فهمه في نقاشنا اليوم. نحن نتأمل في طيات سيرة ذاتية ووثيقة تاريخية تحمل عنوانا يختزل كل هذا الوجع، عنوانها وحسرتا مليكة. للكاتبة سليمة كمال، صحيح؟ نعم، بالضبط. نحن اليوم بصدد قراءة ما بين السطور في حياة شخصية استثنائية جدا، ملكة ضياء الدين، الشاعرة والفنانة ومقدمة البرامج الأيغورية، التي عاشت بين عامي 1938 و 1970. ويعني قصة مليكة لا تقف عند حدود المأساة الشخصية فحسب. طيب، هنا يجب أن نوضح نقطة مهمة جدا لمستمعينا في هذا الاستكشاف المتعمق. مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد قصة تاريخية حزينة. ما هي غايتنا إذن؟ الهدف هو فهم كيف يمكن للفن والصمود الشخصي أن يتقاطعا مع التحولات السياسية العنيفة. وطبعاً نحن ننقل ما ورد في المصادر التاريخية حول تلك الحقبة بحياد تام، دون تبني أي مواقف سياسية. أكيد، نحن نحاول فقط فهم التجربة الإنسانية والأفكار الواردة في النص. صحيح، لندرس كيف يمكن للآلة السياسية أن تسحق الرموز الثقافية. طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع. كيف تحول الطفل معجزة إلى أيقوة ثقافية، ثم للأسف إلى ضحية لظروف قاهرة؟ لفهم هذا التحول الجذري، يجب أولاً أن ندرك حجم النور الذي كانت تشعه مليكة في مجتمعها. يعني لم تكن مجرد فنانة عادية. أبداً، نحن لا نتحدث عن فنانة صعدت سلم النجاح بالتدريج، نحن نتحدث عن ظاهرة فكرية استثنائية ظهرت في وقت مبكر جداً من حياتها. هذا يذكرني بقصة لغز الجوزة الواردة في النص، قصة عجيبة بصراحة. تفاصيل تلك القصة تضعنا أمام عقلية تحليلية تتجاوز بكثير مفهوم الذكاء الطفولي المعتاد. تخيل أن طفلة في 8 من عمرها تجلس في حضن والدها، وبدلاً من اللعب تخرج ورقة مطوية لتنشر لغزاً شعرياً في صحيفة شينجيان. لغز تتحدى به الكبار. ماذا كان اللغز؟ اللغز يقول: صندوق بلا أرجل بداخله أرجل جمل. صياغة شعرية معقدة لطفلة في 8. والمذهل ليس فقط قدرتها اللغوية، بل ثقتها المفرطة. يعني عندما سألها والدها عن الحل، أجابته ببرود تام: أنت شخص بالغ، يجب أن تفكر لتجد الحل بنفسك. أدركت مليكة أن المعرفة ليست حكراً على العمر. وأن العقل يمكن أن يتحدى السلطة الأبوية. بالضبط. بقاء هذا اللغز دون حل لمدة عامين كاملين في مجتمع يقدر الشعر والكلمة يخبرنا الكثير. عامين كاملين حتى اكتشف أحدهم أن الإجابة هي حبة الجوز؟ هذا يشير إلى قدرتها العالية على التجريد. استطاعت أن ترى تفاصيل الأشياء اليومية وتحولها إلى صور بلاغية تعجز عقول البالغين عن تفكيكها. هذا يقودني إلى التساؤل عن حدث آخر ربما أكثر غرابة في طفولتها. تقصد امتحان القبول؟ نعم، في سن 10 تقدمت مليكة لامتحان القبول في مدرسة تدريب الكوادر.
وجلست بين شباب وبالغين لتنهي الامتحان بسرعة. وتحصد درجة 98. مستحيل. يعني لماذا تتقدم طفلة في العاشرة لامتحان مخصص لإعداد الكوادر أصلاً؟ هذا يوحي بوجود حاجة مجتمعية ماسة للعقول المتعلمة، وليس مجرد استعراض لذكاء طفلة. هذه قراءة دقيقة جدا للسياق. في تلك الحقبة كانت هناك تحولات اجتماعية تتطلب بناء كوادر إدارية وثقافية متعلمة بشكل سريع. لكن أن يسمح لطفلة بدخول امتحان كهذا، هذا يعني أن موهبتها فرضت نفسها على القواعد المؤسسية. التفسير الذي تقدمه الوثيقة لسر هذا التفوق هو شغفها الاستثنائي بالمعرفة. كيف يعني؟ هل كانت تدرس مناهج متقدمة؟ ملكة لم تكن تكتفي بالمناهج المدرسية أبداً، كانت تقرأ الصحف اليومية من الغلاف للغلاف. في سن العاشرة؟ نعم، وتغوص في أعمال أدبية ثقيلة ومعقدة مثل رواية العبيد، وتكتب ملاحظات تحليلية حولها. هذا الاستهلاك الكثيف للمعرفة صنع منها نداً فكرياً للبالغين. يا إلهي! وهذا النضج الفكري تحول لاحقاً إلى طاقة جسدية وتعبيرية مذهلة على المسرح. صحيح، في سن 13 أصبحت مقدمة برامج في فرقة الشنجيانغ للغناء والرقص. الوثيقة تصف كيف كان الجمهور يضج بالتصفيق بمجرد رؤية كتفيها تطلان من خلف الستارة، وقبل أن تنطق بكلمة واحدة. حضور طاغ بكل معنى الكلمة. هنا أود أن أطرح تشبيهاً. الأمر أشبه بجاذبية مغناطيسية. لم تكن مجرد طفلة ذكية، بل كانت تملك حضوراً يسبقها إلى المسرح. وهذا الحضور كان يعمل كمرآة ثقافية للمجتمع. بالضبط، هذا ما أردت قوله. هل كان مجرد موهبة فنية أم انعكاساً لشخصية أكثر صلابة؟ في مرحلة كانت فيها الهوية تبحث عن ملامح واضحة، رؤيتها كانت تطمئنهم. وهذا التحليل يفسر لماذا أصبح هذا الحضور الجماهيري مهدداً لاحقاً. عندما يصبح الفنان مرآة تعكس هوية مجتمعه، يتحول إلى سلطة روحية غير مرئية. طيب، بناء على هذا هناك شيء أجد صعوبة في التوفيق بينه. تفضل، ما هو؟ الوثيقة تظهر تناقضاً مذهلاً في شخصيتها. من جهة نرى الشاعرة الحساسة التي تنقذ غزالاً يتيماً وتعتني به بحنان بالغ، ومن جهة أخرى نرى المراهقة التي تزور معسكراً للجيش في فوجيان عام 1959، وبينما يغطي زملاؤها الفنانون أذانهم فزعاً من أصوات المدافع، تطلب هي إطلاق قذيفتين بنفسها. وتفعل ذلك بثبات تام أذهل الجنود. بصراحة أنا مستغرب. هل كانت تمتلك نزعة عسكرية حقيقية، أم أن إظهار هذه القوة كان آلية دفاعاً في بيئة تتجه نحو عسكرة المجتمع؟ هذا التساؤل يلمس جوهر تعقيدها النفسي. يجب أن نتذكر نسبها الثائرة أولاً. تقصدين أنها حفيدة القائد خوذا نياز حجيم؟ بالضبط، القائد الذي قاد تمرداً في عام 1930. دماء التمرد كانت تجري في عروقها. هذا يفسر الكثير من شجاعتها. وطلب إطلاق المدفعية قد لا يكون شغفاً بالأسلحة، بل محاولة لإثبات السيادة على الذات. في مجتمع يقيم الأفراد بناء على قوتهم، ربما كانت توجه رسالة صامتة. رسالة مفادها أن الرقة الفنية لا تعني الضعف أبداً. صحيح، كأنها تقول: أنا أمتلك القوة التي تحترمونها، لكني أختار الفن. إنها استعادة للسيطرة في مساحة ذكورية وعسكرية بامتياز. والمذهل هنا هو هذا المزيج النادر. كيف ذلك؟ كيف يمكن لنفس اليد التي تكتب أرقى قصائد الفقد والحب أن تطلق قذيفة مدفعية بكل هذا الثبات العسكري؟ مفارقة عجيبة فعلا. ومع ذلك بوصلتها الحقيقية كانت تشير دائما إلى الجمال والأدب. بالتأكيد، كانت تفضل استضافة شعراء كبار في منزلها لمناقشة الشعر الكلاسيكي. نعم، مثل أرميا إيلي وإسماعيل، بدلاً من حضور الحفلات الراقصة كما كان يفعل أقرانها. هذا العمق العاطفي يتجلى بشكل صارخ في قصتها مع حبها الأول. قصة الأغنية الخالدة، سيني أسلما أو أذكرك. نعم، كتبتها لحبها الأول الذي غادر إلى الاتحاد السوفيتي وتحديداً كازاخستان عام 1961. الوثيقة تذكر كيف ظلت وفية لهذا الحب المفقود. أغنية أذكرك لم تكن مجرد رثاء لحب ضائع،
لقد تحولت إلى آلية ثقافية لمعالجة الفقد الجماعي. كيف ذلك؟ أعني هي أغنية شخصية. الفن الحقيقي يحول المأساة الفردية إلى وعاء يحتوي أحزان المجتمع. عندما يغني الناس هذه الأغنية، هم يبكون على خساراتهم الخاصة التي فقدوها. طيب، هذا الارتباط الوثيق بالوجدان العام هو ما جعلها هدفاً عندما هبت العاصفة السياسية القاسية. نعم، هنا نصل إلى حقبة الثورة الثقافية. ومن المهم جداً التذكير بأن غايتنا هنا هي نقل الأحداث كما وردت في المصدر بحياد تام. نحن ندرس كيف تسحق الآلة السياسية رموز الثقافة. الانتباه لهذه النقطة ضروري. التحولات السياسية حينها اعتمدت فلسفة تدمير كل ما يميت بصلة لما سمي بالقديم. ومليكة بجمالها وشعرها الكلاسيكي تم تصنيفها في خانة ممثلة للبرجوازية، صحيح؟ للأسف نعم، تحولت من مرآة ثقافية إلى عائق يجب تحطيمه. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، أو بالأحرى مفجعاً. آلية هذا التحطيم لم تكن مجرد منع من الغناء. التفاصيل المروعة تشير إلى تشهير وإهانة علنية. إجبارها على ارتداء قضعة من الجرائد وتعليق لوحة خشبية ثقيلة حول عنقها بأسلاك قاسية. وقص شعرها الطويل بوحشية. اعتبروا شعرها الطويل من مخلفات الماضي والقديم. لماذا هذا الإصرار على تدمير كرامتهم علناً في الشوارع؟ هل لأن الفن يمثل سلطة روحية لا يمكن السيطرة عليها إلا بكسر رموزها؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى أن المستهدف لم يكن مليكة كشخص. إذن ماذا كان المستهدف؟ ما تمثله من ذاكرة ثقافية وإرث تاريخي. التشهير العلني يعمل كأداة لكسر الروح. النظام يرسل رسالة مرعبة للجمهور مفادها: انظروا كيف نهشم أيقوناتكم بسهولة. يا إلهي، هذا يذكرني بمأساة الزميلة باشا إيشان التي لقبت ببلبل الأويغور. مشهد قاس جدا ورد في الوثيقة. تخيل أن تجبر فنانة شهيرة على حمل وعاء متسخ وعصا وتسير في الشارع تنادي على نفسها: أنا شيطانة تغني أغاني صفراء. إجبار الضحية على إهانة نفسها هو قمة التجريد من الإنسانية. الوثيقة تذكر أن مليكة التي كانت متماسكة انهارت باكية لأجل صديقتها في ذلك المشهد. بكاؤها كان إدراكاً مرعباً لسقوط سقف الحماية الإنسانية بالكامل. ومن التشهير في الشوارع انتقلت الآلة القمعية إلى زنازين الاعتقال في أغسطس من عام 1966. وهنا ظهرت الروح التي لا تنقصر لمليكة في غرف التحقيق. طلبوا منها الانصياع وإهانة جدها خوجا نياز، أليس كذلك؟ نعم، ولكنها رفضت بشكل قاطع إدانة جدها، وهذا يثبت أن شجاعتها لم تكن استعراضية. هذا الرفض الشجاع كلفها الكثير. المحققون قاموا بحشر أسلاك معدنية في فمها حتى نزفت. محاولة تمزيق الفم، مصدر الكلمة والصوت، هي دلالة عميقة على ما كانوا يخشونه حقاً. كانوا يخشون لغتها. وفي خضم هذا الرعب تبرز قصة بائع تذاكر الحفلات الملقب ببوك. هذه القصة تفسر الكثير عن انتقام الصغار في فترات الفوضى. هو استغل منصبه كأحد عناصر الحرس الأحمر للانتقام منها بسبب رفضها السابق له. هذه ظاهرة توظيف المظالم الشخصية تحت غطاء أيديولوجي. الفوضى تمنح سلطة مطلقة لتصفية الحسابات. هذا التكاتف بين القمع والانتقام الشخصي أوصل مليكة إلى أيامها الأخيرة في مصنع الطباعة تحت الإدارة العسكرية، حيث أجبرت على تنظيف المراحيض لساعات طويلة وحرمت من الطعام، حتى نصل إلى النهاية المأساوية في 22 من يونيو عام 1970. كانت في 29 من عمرها فقط. تم العثور على جثتها ملقاة على الأسمنت، ولكن التفصيل المروع هو حشر ممسحة تنظيف طويلة في فمها، ثم دفنت في كيس متسخ في حفرة عميقة ومجهولة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ وضع ممسحة في فم شاعرة يبدو وكأنه استعارة قاسية لمحاولة إسكات صوتها للأبد. الممسحة تستخدم لمسح القذارة، ووضعها في فمها هو محاولة يائسة لإخبار العالم أن ثقافتها يجب أن تمسح للأبد. لكن المفارقة هنا أن هذه القصة ليست مجرد سرد لمأساة فردية. بالضبط، هي توثيق لجيل كامل صودرت أحلامه. وفي عصرنا المليء بالمعلومات السريعة تذكرنا هذه القصة بقيمة الكرامة الإنسانية.
والدليل أن الفن الحقيقي لا يموت. أغنية تريم التي ألفتها أعطت الأمل للمنفيين في معسكرات العمل. نعم، ولا تزال أغانيها تغنى حتى اليوم في المهرجانات الدولية في فنلندا وألمانيا وغيرها. هذا يذكرني بالاقتباس العميق المأخوذ من نقوش كولتيجين التذكارية القديمة الذي أورده الكاتب في نهاية الوثيقة. اقتباس يلخص مأساة قلب الموازين. ماذا يقول؟ يقول: شبابنا الذين كان يجب أن يكونوا أمراء أصبحوا عبيداً، وفتياتنا اللواتي كان يجب أن يكن أمراء أصبحنا خادمات. اقتباس يختزل تاريخاً من الصراع بين الثقافة وقوة السلطة. فعلاً. وفي الختام هناك فكرة تجعل الواحد منا يتأمل طويلة. تخيلوا أن نظاماً كاملاً استخدم كل قوته العسكرية والسياسية لإسكات شاعرة تبلغ من العمر 29 عاماً، ودفنها في حفرة بلا اسم. ومع ذلك وبعد عقود طويلة لا يزال الناس يتغنون بكلماتها في قارات أخرى، بينما نسيت أسماء جلاديها. صحيح، تلاشت أسماؤهم تماماً. هذا يجعلنا نتساءل: هل محاولة إعدام الكلمة العميقة وإخفائها هي في الواقع ما يمنحها ذلك الخلود الأبدي الذي لا يمكن لأي سلطة أن تهزمه؟ مراجعتنا اليوم لنص سيري يوثق حياة وموت الفنانة الأيغورية مليكة ضياء الدين خلال الثورة الثقافية، وخلينا ندخل في الملاحظات التحليلية فوراً. حسب ما قرأت، النص بينتقل فجأة وبشكل حاد جداً من حياة مليكة الفنية المليئة بالشعر لمشهد سحلها العنيف في الشوارع. سؤالي هنا، هل الانقطاع السردي المفاجئ ده بيخدم تجربة القارئ عشان يحس بالصدمة، ولا بيقطع الاتصال العاطفي تماماً؟ الانتقال من إنجازات مليكة الفنية النابضة بالحياة للوحشية المفاجئة لاضطهادها بيبدو مفاجئ شوية، وممكن يستفيد بشكل كبير من تمهيد سردي أقوى. تقصدي إن التحول من التجمعات الأدبية الحالمة مع الشعراء وقصة حبها الأول لرياح الثورة الثقافية في سنة 66 كان سريع زيادة عن اللزوم؟ بالضبط، التحول ده بيحصل بشكل فوري تقريبا في النص. دي نقطة ضعف واضحة، لأنها بتخلق قفزة هيكلية مزعجة للقارئ بدلاً من تبني توتر تدريجي يخليه يتوقع المأساة. القارئ بيحس إنه ترمى في العاصفة بدون أي إنذار مسبق. بس عارفة، التاريخ نفسه أحياناً بيكون مفاجئ جداً، صح؟ يعني الثورة الثقافية دي كانت زلزال مفاجئ لملايين الناس. أيوة، التاريخ مفاجئ في الواقع، بس في السرد الأدبي إحنا محتاجين مساحة للمعالجة. اقتراحي هنا هو دمج علامات تاريخية أو سياقية دقيقة في وقت مبكر من النص تلمح للمناخ السياسي اللي بيتغير والغيوم اللي بتتجمع قبل ما تضرب العاصفة بالكامل وتؤدي لسحلها. طيب إزاي ممكن الكاتب يعمل ده عملياً بدون ما يحول السيرة لدرس تاريخي جاف؟ شوف، الكاتب ممكن يستخدم أحداث موجودة بالفعل في النص. كمثال ملموس، خلينا ناخد مشهد فرار حبها الأول للاتحاد السوفيتي في عام 61. الكاتب ممكن يستغل الحدث ده عشان يشرح ليه الحدود كانت متوترة في المقام الأول. يا سلام، فكرة ممتازة. يعني بدل ما يكون مجرد فراق رومانسي شخصي، نستخدمه كغيوم داكنة في الأفق. صح جداً. استخدام الحدث ده هيمهد الطريق منطقياً وعاطفياً للاعتقالات والاتهامات بالبرجوازية اللي عصفت بيها بعدين. ده بيخلي القارئ يستعد نفسياً ويحس إن الأرض بدأت تتهز تحت رجليها من بدري. ده بيخلق دراما مفارقة رائعة. القارئ شايف الكارثة بتقرب وهي لسه مش حاسة. طيب، ده ينقلنا لنقطة تانية متعلقة بالإيقاع. المادة بتقدم حجة قوية جداً لذكاء مليكة، وإحنا بنشوف ده من خلال أحاجي طفولتها ونتائج امتحاناتها المذهلة. أنا شايف الكاتب بيهدف لإيه هنا، بس تفتكري فيه خطر إن التركيز الحصري على تفاصيل الحكايات دي ممكن يشتت الانتباه عن المسار المأساوي الرئيسي؟ الإيقاع في الحكايات التفصيلية للطفولة رغم إنه جذاب ودافي بيوقف أحياناً الزخم العاطفي للمأساة اللي جاية، ودي مشكلة محتاجة تدخل. اللي هي إدراج النصوص ودرجات بالتفصيل؟ بالضبط. نقطة الضعف هنا هي التضمين التفصيلي الشبيه بالنصوص الحرفية لأحاجة الطفولة، زي أبيات القصيدة المكونة من 4 أسطر وحوارها الطويل مع والدها وتفاصيل حصولها على 80 و90 درجة في امتحان مدرسة الكوادر. ده بياخد مساحة كبيرة جدا في القراءة. أيوة، وده بيحول السيرة المأساوية مؤقتاً لسرد إجرائي وتوثيقي لطفلة معجزة. القارئ بيقف كتير عند التفاصيل دي
وده بيبطئ تدفق القصة. أنا بسمي ده فخ التعلق بالأرشيف. الكاتب بيلاقي وثيقة فبيحس بانتصار بحثي ولازم يحطها كلها. طيب، إيه اقتراحك للتحسين هنا؟ اقتراحي هو تكثيف التفاصيل الدقيقة لإنجازاتها في مرحلة الطفولة في فقرة سردية واحدة متدفقة، فقرة بتؤكد على ارتباط الذكاء ده بمصيرها بدل ما مجرد نسردها كحقائق معزولة. يعني ندمجها في السرد ونربطها بالمستقبل. عندك مثال ملموس إزاي نعمل ده؟ كمثال مملوس، بدل ما الكاتب يقدم القصيدة الكاملة للأحجية اللي نشرت في صحيفة شاين جونغ، ممكن يلخص نضوجها الفكر المبكر في سن 8 ويقارن العقل المتسائل والمشرق ده فوراً بالمفارقة المأساوية المتمثلة في إن الفكر ده بالذات هو اللي حيستخدم ضدها لاحقاً. من قبل المحققين اللي اتهموها بنشر أفكار سامة. بالظبط كده، ده من شأنه إنه يخلي مرحلة الطفولة تخدم النهاية المأساوية بشكل مباشر. التفوق المبكر ما بيبقاش مجرد دليل على النبوغ، ده بيصبح الأداة اللي هتحفر قبرها. ده تفكير عميق جدا وبيسرع الإيقاع وبيزرع بذرة المأساة في لحظة التفوق نفسها. طيب، فكرة العقل المشرق ونهايتها المأساوية دي بتاخدنا مباشرة للخاتمة. أنا عجبني جدا الجزء اللي بيستحضر نقوش أورخون القديمة والمقارنة المذهلة بين الأجداد والأحفاد. الخاتمة فعلا طموحها جدا، بس بناء على فكرة التأسيس اللي اتكلمنا عنها، هل الارتباط بين صفتها كأميرة ثقافية والخاتمة العميقة دي راسخ بالكامل في المادة، ولا ده مجال محتاج تعزيز؟ الارتباط الموضوعي العميق بين مصير مليكة ونقوش أرخون القديمة في الخاتمة هو ضربة عبقرية، لكنه حالياً بيفتقر للتأسيس الموضوعي الكافي في الفصول السابقة. تقصدي إن الاستعارة الختامية القوية دي عن تحول الفتيان اللي كان مقدر ليهم يكونوا أسياد لعبيد، والفتيان اللي كان مقدر ليهم يكونوا ملكات لخادمات، جاية فجأة؟ أرضيات بممسحة طويلة في معسكر الاعتقال. نقطة الضعف هنا إن الخاتمة دي بتبدو كأنها فكرة لاحقة واستنتاج مفاجئ، لم يتم ربط صفاتها الملكية بالحزن التاريخي ده بشكل متكرر ومبكر في النص. يعني الكاتب محتاج يشتغل على سيمة معينة من البداية عشان الخاتمة ما تكونش مجرد زينة تاريخية ملحقة. بالضبط. اقتراح لتحسين الجزء ده هو نسج تيمة الملكية المفقودة أو المصير المسروق بمهارة شديدة في جميع أنحاء السيرة الذاتية، وده المفروض يبدأ من اسمها نفسه. اسمها مليكة، اللي بيعمي حرفياً الأميرة أو الملكة. صح، وارتباطاً كمان بإرث جدها، عشان الخاتمة تبدو كأنها ذروة حتمية للقصة كلها كانت ماشية في اتجاهها. إزاي ممكن نطبق ده بأمثلة ملموسة داخل النص؟ إزاي نبرز الإرث ده بدون ما نحول القصة لأسطورة خيالية؟ كمثال ملموس، لما الكاتب يقدم جدتها خوجة نياز حاجي، ممكن يصيغ شجاعتها الموروثة تحديداً كمصير سيادي متوقف. ولما توصف وهي بتشتغل كمقدمة برامج بكاريزما طاغية وتطير على المسرح كطائر، الكاتب ممكن يشير لها بمهارة كملكة ثقافية لشعبها. يا سلام! يعني هي بتعتلي المسرح كأنه عرشها الوحيد المتبقي. بالضبط. القيام بالتلميحات الخفية دي هيخلي اقتباس نقوش أورخون في النهاية يبدو كضربة حتمية ومدمرة، مش مجرد إضافة تاريخية جميلة. القارئ هيحس إن القصة كلها كانت صدى للمأساة دي. بصراحة تحليل رائع وخطوات عملية جدا. طيب، عشان نلخص النقاط الرئيسية اللي تمت مناقشتها في نقاشنا اليوم بشكل موجز، إحنا ركزنا على التمهيد المدروس للعاصفة السياسية وبدل الانتقال المفاجئ عشان نحافظ على اتصال القارئ العاطفي، ومناقشة تكثيف تفاصيل الطفولة الدقيقة عشان تخدم الزخم المأساوي للنص وتسرع الإيقاع. وأخيراً نسج تيمة الملكية المفقودة عبر كامل القصة لإعطاء الخاتمة التاريخية المتعلقة بنقوش أورخون تأثير زلزالي وعضوي. خطوات عملية لو اتطبقت هتضاعف من قوة تأثير السيرة دي. أكيد. إحنا بندعو المستمع وصاحب العمل بتشجيع صادق لتطبيق المقترحات العملية دي على المسودة الحالية، ويسعدنا جداً إنك تعيد تقديم العمل مرة تانية في المستقبل للحصول على المزيد من التحليل والمتابعة. بنتمنى لك كل التوفيق في صقل هذا العمل التوثيقي بالغ الأهمية. في 22 من يونيو عام 1970 وجدت جثة شاعرة أيغورية شابة مشوهة وملقاة على أرضية إسمنتية باردة. يا إلهي، مشهد قاس جدا. قاس لدرجة لا تصدق. فمها
ذلك الفم الذي غنى للحرية والأمل يوما ومثل صوتا لجيل بأكمله كان محشوا بقسوة بممسحة أرضيات قذرة. تفصيلة مروعة فعلا، وتطرح سؤالا عميقا حول ما إذا كان هذا المشهد دليلا قاطعا على انتخار آلة القمع المطلق. بالضبط، هل هو غياب لأي معنى للفرد، أم أن الكلمات التي نطقت بها قبل موتها جعلت منها رمزا لا يقهر؟ مرحبا بكم في النقاش، مساحتنا الفكرية لتبادل الرؤى المعمقة واستكشاف وجهات النظر المتعددة حول المواد التاريخية والثقافية. أهلا بكم. اليوم نغوص في حياة وإرث والنهاية المأساوية لميليكاتا ديادون بناء على النص التوثيقي وحسرة يا ميليكا للكاتبة سليمة كمال. صحيح، وموقفي في قراءتنا اليوم وأنا مقتنع بهذا تماما هو أن قصة ميليكا هي في جوهرها شهادة حية على المقاومة الفردية الواعية، أو ما يمكن أن نسميه الوكالة الفردية. طيب، أنا أرى الأمر من زاوية مختلفة. أنا مقتنعة بأن مأساة ميليكا تعكس حتمية التدمير الهيكلي والشمولي. لقد كانت ضحية لآلة مصممة لطحن المجتمعات بشكل لم يترك لأي خيار فردي فرصة حقيقية للنجاة. دعنا نفكك هذا. لفهم الطرح المتعلق بالإرادة، علينا أن ننظر إلى حياة ميليكا بأكملها منذ البدايات. هي لم تكن شخصية تستجيب للأحداث بخوف، بل كانت تصنع مسارها. تقصد تفوقها المبكر؟ نعم، تخيلي معي طفلة في 8 من عمرها تقوم بنشر لغز في صحيفة شينجيانغ تتحدى فيه البالغين صراحة، ثم في 10 تتقدم لامتحان مدرسة تدريب الكوادر وتحصل على درجة 98 من 100 متفوقة على الكهول. هذا ليس مجرد ذكاء عابر. بس لحظة هنا، الحصول على درجة 98 في سن 10 هو أمر مبهر بلا شك، يدل على نبوغ أكاديمي. لكن كيف تترجم هذا التفوق إلى وكالة سياسية قادرة على مواجهة نظام شمولي يبتلع الملايين؟ أترجمه من خلال النمط. هي أسست لنفسها نمطا يرفض الانصياع. خليني أعطيك مثالا أوضح بكثير. في عام 1959 عندما كانت تزور معسكرا للجنود وبدأ القصف المدفعي، ماذا فعلت؟ النص يذكر أنها لم تهرب، صحيح؟ بالضبط. بينما كان الجميع يرتعد، تقدمت بكل هدوء وأطلقت قذيفة مدفعية بنجاح. هذه الاستقلالية الجسدية والنفسية غير العادية هي الأساس الذي قادها لرفض التبرؤ من جدها قائد الانتفاضة. إرادتها كانت اختياراً واعياً. شوف، هذا التحكيز المفرط على بطولتها الفردية جذاب جداً أدبياً، أعترف بذلك، لكنه يعمينا عن فهم عمق المؤامرة السياسية الهيكلية التي سحقتها. كيف يعمينا؟ مسار حياتها له وزن بكل تأكيد. الآلة الشمولية لم تستهدف ميليكا بسبب ما فعلته كفرد، بل بسبب ما كانت عليه كجزء من نسيج اجتماعي. هي حفيدة خوجا نياز حاجم، دماء المقاومة تجري في عروقها. تقصدين أنها كانت مستهدفة سلفاً بسبب نسبها؟ تماماً. في اللحظة التي انطلقت فيها الثورة الثقافية، أصبحت ميليكا هدفاً حتمياً بمجرد وجودها. الجلادون في الشوارع مثل بائع التذاكر الذي تحول لسلطة مطلقة لم يعاقبوها لأنها أطلقت قذيفة، كانوا ينفذون انتقاماً منهجياً لمحوها. ساحقة. لكن تفسير كل شيء من خلال الآلية الهيكلية يصلب الأفراد إنسانيتهم. لا يصلبهم، بل يصف واقعهم المرعب بدقة. لكن دعينا ننظر إلى الساحة التي مارست فيها ميليكا أكبر قدر من وكالتها: الفن. في عام 1961 كتبت قصيدتها الشهيرة أتذكرك لحبها الأول الذي أجبر على الرحيل. القصيدة كانت تحدياً مباشراً لثقافة النسيان. الشعر الرومانسي كتحد سياسي؟ نعم، وفي عام 1964 تخلت بوعي عن حفل ضخم لتستضيف الشاعر أرميا إيلي في منزلها فقط لمناقشة أشعار كلاسيكية تاريخية. هي تصرفت كمهندس معماري يبني قلعة فكرية سرية لا يستطيع الحرس الأحمر تفكيكها بشعاراتهم.
هذه حجة قوية، وأتفهم كيف يبدو الفن كمساحة للحرية. لكن وهنا نختلف جوهرياً، أنت تنظر لقصيدتها وجمالها كقلعة، بينما النظام نظر إليها كمنارة ضخمة تجذب نيران المدفعية. لكن الفن مساحة شخصية، أليس كذلك؟ مساحة لا يمكن مصادرتها بالكامل. إطلاقاً، ليس في فترات الجنون الشمولي. شهرة مليكة الساحقة، كونها توصف بمذيعة مبهرة تقفز كالعصفور إلى المسرح، كل هذا جعلها تمثل ذاكرة بديلة وسلطة موازية للنظام. ذاكرة بديلة، تعبير مثير للاهتمام. تخيل الثورة الثقافية كمرض مناعي ذاتي. الحرس الأحمر كانوا كخلايا بيضاء عمياء تهاجم الأنسجة الأكثر تميزاً في المجتمع. الفن والجمال تحديداً هما ما جعلها هدفاً لا مفر منه للتدمير العلني. تشبيه الشمولية بالمرض المناعي الذاتي دقيق جداً. هو يفسر العدوانية تجاه أشياء بسيطة. بالضبط، ولذلك ألصق بها تهمة الأفكار البرجوازية. انظر لآلية الإذلال، قصوا شعرها الطويل، ألبسوها قبعة ورقية مضحكة، وأجبروها على السير في الشوارع مع المطربة باشايشان. الفن هنا لم يكن حصناً، كان الوثيقة التي جذبت الوحوش. وصفك لآلية الإذلال مرعب فعلاً. لكن حتى في أقصى لحظات هذا الإذلال، هل انكسرت مليكة من الداخل؟ المشي في الشارع بقبعة ورقية وضرب الأواني هو انكسار علني. علنياً نعم، لكن داخلياً النص يخبرنا أنها عندما رأت باشا إيشان تعامل كشيطان لم تستبطن الإهانة، لقد عانقتها وانفجرت في البكاء. في نظام يطلب منك إدانة الآخرين للنجاة، هذا البكاء تعاطفاً هو تمرد قوي. البكاء والعناق في منتصف شارع يمتلئ بالجلادين، أليس هذا دليلاً صريحاً على فقدان الحيلة؟ لا، هو احتفاظ بقيمتها الذاتية، وهذا ما ساعدها في أن تواجه لحظة الحسم في غرفة الاستجواب كإنسان فاعل. في 14 أكتوبر 1966 المحققون سألوها باستفزاز لتتبرأ من جدها. الاستجواب، كانوا يبحثون عن اعتراف مسبق التجهيز، مجرد إجراء شكلي لا أكثر. ربما أرادوه شكلياً، لكنها اختارت بوعي أن ترد بفخر، وقالت عن جدها إنه قائد. وعندما وصفوه بقاطع طريق صرخت في وجههم، يعني أغلق فمك، ليس لديك أساس لإهانته. واو، شجاعة مذهلة بلا شك. أليس خيارها برفض الخضوع هو ما حولها لرمز؟ هذا الخيار الواعي هو ما دفعهم لتعذيبها بالسلك المعدني في فمها. هي دفعت ثمن كلماتها بوعي تام. أنا متفهمة جداً لتعاطفك، لكني لا أستطيع تبني هذه الرواية الرومانسية. أنت تتعامل مع مشهد الاستجواب وكأنه حوار في مساحة ديمقراطية حيث الحجة الأقوى تكسب. هذه سذاجة في فهم الآلة الشمولية. سذاجة؟ أليست كلماتها القاطعة هي ما استفزهم لتعذيبها بذلك السلك؟ التعذيب لم يكن بسبب كلماتها، التعذيب كان مبرمجاً مسبقاً. المحققون كما يصفهم النص كانوا جنوداً مخبولين لا يقرؤون ولا يكتبون. الاستجواب كان مسرحية عبثية لتبرير عنف يحتاج النظام لتفريغه. إذن أنت تلغين أي أهمية لصمودها؟ تعتبرينه بلا قيمة؟ لم أقل ذلك إطلاقاً. صمودها مؤلم وعظيم، لكن النتيجة لم تكن لتتغير. بمجرد أن وضعت على القائمة السوداء انتهى الأمر. السلك المعدني كان سيدخل فمها سواء شتمتهم بشجاعة أو ترجتهم باكية. الآلة مصممة لتسحق ولا تتفاوض. أنت تبنين حجتك على أن النتيجة المادية كانت محسومة، وهنا نصل لصلب الخلاف بيننا. هل يقاس انتصار الإنسان ببقاء جسده المادي؟ كيف يمكن أن يقاس بغير ذلك عندما نتحدث عن الموت؟ عندما نتحدث عن المحو الفكري، نعم. في 22 يونيو 1970 وجدت جثتها مشوهة ملقاة على الإسمنت وفمها محشو بممسحة. قتلوها مادياً، لكن هل نجحوا في محو ملك الفكرة؟ النص يقول إنهم دفنوها في حفرة مجهولة بلا شاهد قبر، والخبر كان مجرد إشاعات شوارع. أليس هذا تجسيداً مطلقاً للمحو؟ محو جسدي، صحيح،
لكن ماذا عن إرثها؟ أغانيها مثل أغنية طارم لم تدفن معها. ظلت الأغنية تعطي الأمل للشباب المنفيين في حوض طارم، واليوم تعزف في مهرجانات دولية في فنلندا وألمانيا. بقاء الأغاني. نعم، عندما تعزف ألحانها اليوم، ألا يعد هذا دليلاً على أن إرادتها اخترقت جدار الزمن وهزمت الآلة الشمولية التي حاولت محوها؟ من المريح للضمير الإنساني أن ننظر لبقاء أغنية كدليل على الانتصار. هذا يمنحنا أملاً. لكن هل فكرت في الثمن الهيكلي المرعب الذي دفع؟ تقصدين الثمن الذي دفعه محيطها؟ أقصد التدمير المنهجي الشامل لطبقة كاملة. أستاذها الشاعر أرميا إيلي النص يذكر بوضوح أن جسده أطعم للكلاب في حقول الذرة. هذه تصفية ثقافية ممنهجة وليست مجرد وفيات فردية. تفصيلة الكلاب هذه تفصيلة تكسر القلب فعلا وتضع ثقلا كبيرا على الصدر، لأنها تجسد الحقيقة بلا رتوش. الكاتبة نفسها تختتم بإسقاط تاريخي مفجع حول النقوش التركية القديمة، وتقول بمرارة إن فتياتنا اللواتي كنا سيصبحن ملكات أصبحن خادمات. النظام نجح في تحويل الأميرات لخادمات يتم إذلالهن. أعتقد أننا وصلنا هنا إلى التوتر الجوهري في هذا النقاش. من جانبي أظل متمسكاً بأننا لا يمكننا قراءة حياة ميليكا الطفلة العبقرية والمثقفة الصامدة إلا كدرس خالد في قوة الوكالة الفردية. رفضها للاستسلام الداخلي كان انتصاراً لروحها. وأنا أحترم إجلالك لشجاعتها، لكن أظل مقتنعة بأننا نقزم حجم الرعب إذا تجاهلنا آليات الآلة التي طحنتها. قصتها دراسة حالة لشمولية لا تكترث بالأفعال بل تمحو الهويات من الجذور. الإرادة الفردية تقف عاجزة أمام محو الذاكرة والجسد معاً. ورغم هذا الاختلاف العميق أعتقد أننا نتفق على أن هذا العمل يوثق حياة استثنائية انتهت بوحشية في سن 29، ولا يمكن فصل شجاعتها عن وحشية السياق الهيكلي حولها. بالتأكيد نحن أمام تعقيد تاريخي لا يقبل الإجابات السهلة. النص يذكرنا بقسوة بأن آلات القمع تتطور، لكن هدفها يبقى واحداً وهو المحو. صحيح. مستمعينا، تركنا لكم اليوم الكثير للتأمل فيه حول الثمن الباهظ الذي يدفعه الفن والإنسان في مواجهة القمع. هل غناء شباب في فنلندا لألحانها اليوم يثبت انتصار إرادتها؟ أم أن دفنهم في حفرة بلا اسم وتحول جيل كامل لأثر بعد عين هو الدليل القاطع على نجاح المحو؟ هذا هو الثقل الفكري الذي يتركه لنا التاريخ لنستخلص استنتاجاتنا الخاصة حوله. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا اللقاء من النقاش.